السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ادعوا لغزة وأهل غزة بالنصر إن شاء الله قبل كل شيء. وتعالوا نشوف التوفير وتوفير التوفير. ب800 جرام لحمة عملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا أعرفكم أنا عملت إيه، في نفس الوقت أعرفكم إزاي تعملوا الكفتة الكدابة من غير لحمة خالص. طبعا يا جماعة احنا في وقت محتاجين فيه التوفير، ومحتاجين فيه ان احنا من اقل حاجة نعمل كميات تكفي البيت وتستر البيت معانا. معايا طبعا 800 جرام لحمة، معايا 3 بصلات صغيرين زي ما انتم شايفين، ممكن يبقى مكانهم بصلتين وسط او بصلة كبيرة قوي، بس ما فيش بصل كبير دلوقتي. بصلتين صغيرين، ومعايا ربطة ونص خضار او ربطتين براحتك. غير التوابل بقى هنقول عليه. طبعا انا مسكت اللحمه فرمتها في الكبه لغايه ما نعمت خالص وخدتها لوحدها كده. ما تفرميش الحاجه على بعضها يا جماعه زي ما بيقولوا، لا. بعد كده انا قطعت الشبت وحطيت بالظبط كده 2 كيلو رز مع الكميه. فهعمل الرز على كذا دفعه. لو انت هتعملي فراخ لحمة كفتة كدابة يا جماعة، يبقى كفاية كده، وتدي للرز النعومية اللي انت عايزاها في الكبة. وتحطي بهاراتك اللي هي كمون وكزبرة وفلفل وملح فقط لا غير. ولو انت هتعملي يعني بقى طبعا بقلب اللحمة مع الرز اللي انا خدت دي وش ودي وش، رجعتهم تاني للكبة، اديتهم وش تاني مع بعضهم. قلنا زي ما قلنا قبل كده، علامة ان الكفتة ادت النعومية الجميلة بتاعتها ان اللحمة تلف في الكبة كتلة واحدة. الكفتة بتلف في الكبة تلاقيها كتلة واحدة، تعرفي ان كفتتك وصلت للنعومية الجميلة بتاعتها. بعد كده بندهن ايدينا زيت، إيه، وتروح مصبعينها بالطريقة ديت. ادتني 3 كيلو لحمة يا جماعة، طبعا مع الخضار ومع البصل ومع البهارات. ادت 200 جرام غير 2 كيلو رز و800 جرام، فادت 3 كيلو لحمة في كفتة. بسم الله ما شاء الله، طعم جميل. ونصيحة يا جماعة انكم تجيبوا اللحمة بتاعت الكفتة تجيبوها حمرة. لو انت جبتيها فيها كمية دهون او ملبسة، ما بتديكيش طعم اللحمة حلو في الكفتة. دي نصيحة. طبعا زي ما قلنا ان احنا لو هنعمل كفتة كدابة، بنعمل الرز ناخده وشين 2 لغاية ما ينعم معانا بالخضار والتوابل، وتزودي عليه معلقة بابريكا، بيديكي كفتة جميلة. ممكن تعمليها بشوربة بيضة أو مرقة أو أي شوربة تكون عندك، بتاعت فراخ بتاعت بط، برضو بتدي طعم جميل. المهم دي وديت بنقليها. أنا قلت طبعا الكمية كلها. هعين منها كمية مقلية جاهزة في الفريزر. وعلشان تعينيها كمية جاهزة في الفريزر، بتحطيها بعد ما تبرد في كيس، وتحطي الكيس في طبق وتعينها في الفريزر. طبعا شوفوا الصينية ديت 30 في 40 يا جماعة، ملانة بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، فيها 3 كيلو كفتة. ان شاء الله يعجبكم الفيديو بتاعي، وما تنسوش الشير واللايك في الاول يا جماعة، فضلا وليس امرا. بعد كده انا هخزن شوية، هشيل شوية في الفريزر وشوقت. طبعا احلى حاجة ان انتي تعملي بصلتك في الزيت اللي قلتي فيه الكفتة، بياخد نكهة وطعم جميل جدا. خليت البصلة اتشوحت، وحطيت لها الطماطم، وحطيت لها برضو بهاراتها، الفلفل والكمون والملح، وقرن شطة صغير كده هحطه في الآخر. وبعد ما تاخد التسبيكة بتاعتها، بنحط لها بطاطستين مكعبات، ده لو انت حابة تعملي الكمية بتاعتك. انا حطيت بطاطستين مكعبات وحطيت الكفتة، وهنزود المرقة بتاعتنا او المية بتاعتنا زي ما انت متوفر عندك هتعملي، وتاخدي احلى كفتة بالصلصة. طبعا هي ما بتاخدش 10 دقايق او ربع ساعة تكون استوت. تكون استوت بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت يا جماعة.
وتبقي عملتي أكل. طبعا أنا شلت 4 أطباق كاملين، ملانين كفتة يكفوا 4 طبخات، والكمية ال5 هي اللي أنا عملت بيها ديت تكفي 4 أفراد ياكلوا وياخدوا راحتهم فيها. يا ريت يعجبكم الفيديو ويكون فيه شير ولايك وما تنسوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.